السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة دايما. اللي لسه أول مرة يشوف قناتي فضلا بقى منكم كده يا حلوين يا أموراتي سكريات، عايزة كده منكم دعم حلو كده بالاشتراك بتاعكم ولايك على الفيديو، لأن وجودكم معايا هينورني وهيشرفني. تعالوا بقى نبدأ في الفيديو بتاعنا كده ونسمي الله. الفيديو بتاعنا كده جميل كده وزي ما بيقولوا ايه على الرايق كده، تشجيع. حاجة كده حلوة، حاجة كده قمر. الفيديو ده عند ماما. عايزة اقول لكم بدأنا كده الفيديو بتاعنا بتحضير الفطار، وبعدين روقت، وبعدين نزلت السوق جبت بقى حاجة البيت، الغدا يعني هنتغدى ايه، وبعدين طلعت حضرت معاكم الغدا وحاجة كده عسل، يعني 3/4 الفيديو كده في المطبخ. حاجة حلوة كده. فهمتوا كده لما تصحوا كده وعايزين تفطروا ست الحبايب، يا حبيبة كده فطار حلو كده وعلى الرايق. انا هنا كنت عند ماما. ماشي، بصي انا عوجت كنت بقول لكم ان انا هنا حاطه بيض على النار. كنت لسه صاحيه من النوم زي ما انتوا كده شفتوا، وشكلي ممكن يخليكم تقفلوا الفيديو وما تكملوش. او ما كنتش نمت اصلا ساعه على بعض. انا من طبعي بقالي فتره كده نومي قليل جدا جدا، وفي أرق وفي إرهاق بسبب الحر. ربنا يا رب يعيننا كده ويصبرنا ويرحمنا برحمته الواسعة. الجو حر جدا فما فيش نوم كويس، فتلاقيني ما نمتش اصلا، فكان شكلي باين ان انا مرهق قوي، بس ايه، عادي يعني تحملوني. فكنت بصبح عليكم وبقول لكم هنا ان انا بحضر الفطار، وكنت حاطه البيض على النار هسلق. هعمل بيض مسلوق وهنفطر انا وماما، وحبيت ان انا اروق كده على ست الحبايب ونحضر فطار ليا وليها ونفطر سوا. فهي بقى كان معدتها تعبانه شويه، فاللي هو ما جيناش بقى في سكه الفطار الشعبي بقى وكده قوي. بس قلت لا لازم، يعني ايه اريح معدتها شويه كده. قلت نقطع خضار وجبنه بالطماطم وبيض مسلوق، وقلت نحلي بقى كده ايه سندوتش حلاوة طحينية، يعني إيه حاجة كده برضو ايه، نحلي بيها في الاخر. انا بالنسبة لي جت على بالي الحلاوة، عشان كده اقترحت ان احنا نحط مع الفطار حلاوة، لان كان بقالي كتير جدا جدا ما اكلتش حلاوة طحينية، ونفسي راحت لها كده، وحبيت ان انا اكل حاجة مسكرة بعد الفطار. فحضرت زي ما انتوا كده شايفين، جبت خضار وقطعت فلفل ورومي، وخدت واحد ليا حراق. ماما معدتها تعبانه وكده، فانا قلت لا انا بعشق الحراق مش هستغنى عنه. بصوا بوريكم الطبق المشكل من الخضار والحلاوه، وحطيتها زي ما هي، هناخد منها كده سندوتشات. وهنا قطعت كده ايه قطعه صغننه مع قرن فلفل كده وقوطه، قصدي والجبنه، وقلبتهم في بعض. ماشي، هنا بقى ايه بعد ما قلبت الجبنه، حسيت الجبنه دي اسمها جبنه براميلي مزبده، او جبنه براميلي سايحه. هنا بص البيض خلاص اتسلق، وهنا اوريكم الفطار. بصوا شايفين طبق الجبنه، تحسوا ان الخضار اكتر. انا هنا خلصت الفطار وفطرنا، وبعدين دخلت على اوضه المكتب بتاعت اخواتي، روقتها وعملت فيها روتين كده ونضفتها وخليتها زي الفل. وبعدين رجعنا تاني، كنت مش عارفين هنحضر فطار ايه، فرحت جيت لبست عبايتي تاني ونزلت جبت الغدا اللي هنعمله وحضرته معاكم. المهم نرجع لمرجوعنا. لقيت طبق الجبنة كأنها مش موجودة، نوع الجبنة دي ساحت بوسط الخضار فما عجبتنيش. نزلت بقى لما نزلت جبت كمان جبنة، وزودت الجبنة مع الخضار، بس ما صورتش، بس أنا بقول لكم يعني بعرفكم. حضرت بقى طبق الجبنة على مزاج، يعني زودت الجبنة وأصبح عندي طبق، يعني طبق جبنة حلو كده بالطماطم والبيض المسلوق وخضار مشكل مقطع خيار وفلفل وطماطم، وعصرت عليهم ليمونة، وحضرت الفطار وفطرنا وحلينا بالحلاوة الطحينية وفطرنا أحلى فطار كده أنا وماما. وهنا لما عملت الروتين بنتي أزعجتني بما فيه الكفاية. شقاوتها جننتني، وعقبال ما خلصت الأوضة دي كنت خلاص فصلت. تعبتني جدا جدا، بس برضو نرجع ونقول ربنا يبارك لنا فيهم ويجعل تعبنا معاهم بفايدة، ويرزقنا كده الصحة ان احنا نقدر نقاوم على تربيتهم، لان تربية الأطفال مش سهلة أبدا أبدا، أو تربية الأولاد بشكل عام سواء كبار أو صغيرين، فربنا يدينا الصحة ويقوينا عليهم. فهنا الجزء التاني من أوضة المكتب عملت الجزء ده، وجيت هنا كمان حطيت الكفر على الكنبة يعني، وروقت المكان. فكنست بقى وروقت الكنبة دي وروقت المكتب ومسحته ومسحت الكراسي وخليت الأوضة هنا عندي زي الفل. وبعدين قعدت بقى شوية مش عارفين هنتغدى ايه. كنت المفروض ان احنا نحضر غدا بسيط من البيت،
وكده. فبعدين قلنا لا نطبخ بقى النهارده، فنزلت بقى رحت جبت فراخ ورحت جبت بقى الخضار اللي المفروض ان انا اطبخه. فهعمل معاكم باذن الله شويه ملوخيه خضراء على طريقه ماما ما حصلتش. ماما ليها طريقه في الملوخيه من زمان، هي بتحب تستعجل في الاكل. يعني ايه، هي برضو عشان صحتها وكده وما بتقدرش تقف لما بتكون لوحدها. فهي بقى لها زمن اتعودت تعمل الملوخيه بطريقه مختلفه هوريها لكم دلوقتي. بس الطريقة دي برضو حلوة وجميلة وبتحتفظ بخضار الملوخية. هنشوف الملوخية دلوقتي مع بعض بطريقة ماما. هنا انا جبت الفراخ، غسلتها غسلة كويسة، بشيل بقى منها الحاجات الزيادة، الجلد الزيادة، لو فيها ريش، لو فيها اي زفارة. والزفارة دي يا جماعة ما ينفعش ان احنا نغسل الفراخ كده ونقطع كده وخلاص ونشيل الزيادات وكفاية، نقول كده هي زفارة الفراخ. لا، زفارة الفراخ بتكون موجودة. الطبقة اللي انتوا شفتوها المزفلطة دي او الشفافة ما بين الجلد وما بين الفراخ، بنفتح الجلد كده ونطلع كل الزفارة اللي في قلب الفراخ، ونشيل بقى زيادات الجلد والحاجات دي وننضفها، ولو فيها ريش فيها اي حاجة. وبعد ما بنغسلها الغسلة الحلوة التمام، بصوا هنا الجزء ده بيبقى فيه زي كبدة كده في قلب الفراخ، دي وحشة جدا على فكرة. ما انصحكوش بيها، شيلوها لان هي مش كبدة اساسا. هما بيقولوا فشة فراخ، الله اعلم هي ايه، بس هي بتجيب امراض وحشة ملهاش لازمة. الجزء الاصفر اللي بيبقى في نهاية العضماية بتاعة الدبوس، ساعات بتبقى ماسكة قوي وجامدة ومش عايزة تتشال. ماشي، بنقطع اولا الحتة اللي هي الزيادة من العضماية، والجزء اللي بيتبقى لما بتتسلق اول ما بتبتدي تتسلق كده عادي بايدينا بنشيلها، خلاص بتكون اتسلقت، بنقدر نشيلها بكل سهولة. او قبل ما نحمر الفراخ نقدر ان احنا نشيلها، بتتشال بطريقة سهلة لان الفراخ بتكون استوت. وطبعا بنغسل الفراخ حلوة قوي بملح وليمون، ننقعه بقى ومعلقة خل، شوية ليمون، شوية ملح، وندعك الفراخ حلو قوي ونسيبها بقى شوية، وبسنة فلفل اسمر. وبعدين نرجع نشطفها شطفة حلوة ونحطها بقى معانا في المية. مية الفراخ اللي احنا شفناها مع بعض، مية قطاية. بحب احط مع الفراخ البيضة قطاية بتسحب الزفارة برضو مع البصل. فالمية شفناها فيها بصل، فيها طماطم، فيها فلفل اسمر. نقدر نحط الملح من دلوقتي عادي، وممكن بعد ما الفراخ تستوي مش مشكلة، مش زي اللحمة يعني. وحطيت فلفل اسمر وقوطة والبصل. الحاجات الصفرا اللي في الفرخة دي رخمة جدا، حاولت اشيلها مش عايزة تتشال، لازقة قوي قوي. فقلت خلاص، ساعات بيحصل معايا كده، فقلت بعد ما تستوي يعني اشيلها بطرف صباعي، ما فيهاش مشكلة خالص قبل ما نحمر الفراخ. وهنا بقى تعالوا هنعمل شوية بتنجان مخلل بقى، فلفل رومي على فلفل حراق، وكمان معايا الثوم وكمون ومعلقة سن كزبرة وليمون كتير وملح. ودقيت الخلطة الحلوة معايا دي وعملت احلى دقة بتنجان. هنا الفراخ خلاص استوت معايا، شايفين الشوربة لونها اصفر ازاي وحلو؟ شايفين؟ بصوا روقانها، شوربة نظيفة. عايزة تشربي شوربة نظيفة وتبقى الفراخ حلوة معاكي من الزفرة، ده بيرجع لنظافة الفراخ وغسلها. هنا البتنجان المخلل زي ما احنا شفنا، قلينا البتنجان وبعدين حشيته وعملت احلى بتنجان مخلل. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعت الملوخية. بنقطع الثوم قطع صغيرة، يعني ما بندقهوش. ماما بتحب تخرط الثوم قطع صغننة قوي، تقدري تقطعيها اكتر من كده طبعا، بس انا معرفتش لان انا مش متعودة اعمله كده، او ان انا اخرط الثوم بايدي. بس عملتها بطريقة ماما عشان بتحبها بالطريقة دي، فعملتها بالطريقة عشان تتفتح نفسها على الاكل، ان هي بتحب تاكلها كده. الاول التومه بنقطعها حتت صغننه ومع معلقه السمنه وبنحمرها، وبعدين نحط الشوربه بتاعتنا. تحطي بقى مكعب ماجي، التوابل بتاعتك، حبه كزبره، اللي انت عايزاه كلها بتحطه في الشوربه. وبعدين تغلي معانا غلوه حلوه بقى، ونحط الملوخيه وهتشوفوا احلى طبق ملوخيه والله العظيم. فعلا طعمها مميز ومختلف، وخضارها بنحتفظ بيه، وطعمها حلو مختلف والله. جربوها بالطريقة دي برضو هتستطعموا طعم الملوخية. فيا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، فيديو في المطبخ وتنظيف، واستنوا الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش أختكم بقى في الاشتراك واللايك، ده فضلا منكم طبعا لو الفيديو عجبكم أو القناة عجبتكم. وشكرا ليكم، واستنونا في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. مع السلامة، وشكرا لحضوركم معايا، وشكرا ليكم.